بسم الله الرحمن الرحيم. مواصلة في شرح أدوات الذكاء الاصطناعي. في حال تم النسخ من هذا المكان وضغطنا على هذا المكان ولم يفتح جيميناي، في هذه الحالة نفتح جوجل كروم. نعم، هذا سأفتح جوجل كروم، لاحظوا معي، وسأفتح نافذة جديدة مثلا، وسأكتب هنا جيميناي، سأكتب جيميناي بالعربي عادي. سيظهر عندي هذا. أفتح جيميناي، سيطلب منكم تسجيل الدخول إذا كانت أول مرة. هو سيفتح، لكن لا بد عن تسجيل الدخول ليكون ايش؟ متفعلا بشكل أفضل، ولا سيظهر لكم هذا. طيب يا كرام، وبالتالي أعمل لصق. إذن هذه الحالة إذا لم يظهر مباشرة، هذه النقطة الأولى. إذا تأتوا إلى هذا المكان وتعملوا فيه ايش؟ لصق. طيب، نحن ذكرنا في الفيديو السابق الطريقة الأولى لإنشاء أوامر قوية، واضح، ومحددات وموجهات لمن لا يدرك أو ليس عنده معلومات متكاملة ماذا يكتب في تلك أو ذلك الموضع. يحدد، أو البرنامج يحدد لكم موجهات عامة للفيديو والصور ونحو ذلك من المطلوبات. طيب، ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية حقيقة يا كرام ممتازة وفيها نفع كبير بإذن الله تعالى وسهلة. اكتب في جيميناي رأسا أو في غيره من أدوات المحادثات. اكتب في جيميناي رأسا معلوماتك. ركزوا معي لو سمحتم من النقطة هذه الطريقة الثانية، بدلا من الدخول من موقعي أنا. الطريقة الثانية، أنا سأتي إلى جيميناي مثلا وسأكتب له هذا: أريد تحضير درس للغة العربية الصف الثالث ثانوي لدرس وصف الربيع، حصة 35 دقيقة. لاحظوا كلام عادي، نفس الأوامر التي أنتم كتبتوها سابقا. تذكروا أوامر كتبتوها سابقا؟ نفس اللي كتبتوها. طيب، ماذا سنصنع؟ ركزوا هذه النقطة الفارقة. سأقول له اكتب لي، يعني علمني، اكتب لي برومت، أو تقولوا أمر عادي، برومت احترافي لهذا الموضوع بحيث يكون شاملا لكل ما يحتاج إليه تحضير درس، وأضغط ايش؟ إرسال. طيب، ماذا سيصنع؟ هو بنفسه سيكتب البرومت بشكل احترافي، سيعيد الصياغة. لاحظوا معي ماذا صنع. قال البرومت: انسخ النص الآتي بصفتك خبيرا في المناهج التربوية معلما متميزا للغة العربية. شوفوا كيف عمل الأمر هو بشكل احترافي. يرجى شمول النقاط التالية في التحضير: أهداف السلوكية، التمهيد، عرض الدرس، القراءة الجاهلية، التحليل الأدبي، الأفكار الرئيسية، الوسائل التعليمية. هذا كله أنا ما ذكرته في الأمر اللي ذكرته أنا. هو بنفسه أعد أمرا احترافيا عاليا جدا. طيب، التقويم، الغرض والواجب، ثم نصائح إضافية، كل هذا أستطيع من هذا المكان أعمل له نسخ. ركزوا معي، نسخ، ثم آتي، ركزوا، لفتح صفحة جديدة، وهذا الأفضل. بعد فعلت نسخ صفحة جديدة وأعمل لها ايش؟ لصق. طيب، يعني خذ منه ورجع له عنده صفحة جديدة. الصفحة الجديدة كأنك قلبت موضوع جديد، لن يتأثر بمعلومات السابقة حتى لا يحصل خلط. ركزوا معي. طيب، الآن بقي معنا كالمعتاد أن أرفق له الملف الخاص بالدرس الذي يريد التحضير منه حتى لا يخرج. اتفقنا كلما حددت له كلما كان أضبط، كلما تركت المجال مفتوحا سيجيبك، لكن سيأتي من عنده بأي منهج يريده. نريد من المنهج الذي نحن ندرسه إجابة دقيقة بالمنهج الذي ندرسه، ولا هو سيجيبكم، سيعطيكم جواب لو عندنا رسالة مباشرة، لكن حدد الملف الذي سيتفاعل معه مباشرة. طيب، سأرسل له الملف وسأكتب هنا وصف الربيع مثلا. سأختار وصف الربيع كمثال حتى يحمل، وأبدأ أعمل لها ايش؟ إرسال. طيب، لكن قبل ذلك تأكدوا من المكتوب دائما. اجعل الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليست أداة متحكمة.
أكرر، اجعل الذكاء كل الذكاء أداة مساعدة لتوفير الوقت والجهد والزمن وتعليم بأفكار جديدة وإنشاء مقترحات وتطوير أفكار معينة، ولكن لا تجعله متحكما بك كل شيء. هو لما أعطى معلومات، أنت الآن انقدح في ذهنك أفكار جديدة، إضافة جديدة، احدث من هذا الشيء، هذا ما تريد أنت، احدث ما تشاء، قل له أضف كذا، زد كذا، عدل لي كذا، بدل أن تخبرني أنا أخبره هو. لم تعجبني الاستراتيجيات غير متوافقة مع مدرستي ليس عندها كذا وكذا وكذا، الوسائل غير متوافقة مع المدرسة التي أدرس فيها لأنها لا تمتلك كذا وكذا وكذا. مثلا أنا في مدرسة ليس معها بروجيكتور ولا شاشة ذكية ولا شاشة عادية، وهو كاتب من الوسائل للدرس عرض الدرس في ايش؟ في شاشة. طيب أنا أقول له أعطيه معلومات حتى يفهم طبيعة مدرستي ويبدأ يكتب لي بناء على هذه المعطيات. إذن عندما أقرأ لا تلصق مباشرة وتغلق عقلك، لابد تفصل الأمر على مقاسك أنت تماما يظهر بشكل احترافي كبير جدا. إذا ناسبكم تماما خلاص اكتب كل شيء، عدل أضف، بعد ذلك اعمل ايش؟ إرسال، وسيظهر لكم بشكل احترافي. واحدة من المشكلات التي تظهر في بعض الهواتف هي عدم وجود تصدير إلى مستندات جوجل. الثلاث النقاط التي مثلا هنا لاحظوا نقول إرسال، بعد أن ينتهي الجواب، ركز يا أستاذ، بعد أن ينتهي الجواب أستاذي ركز لو سمحت، بعد أن ينتهي الجواب ما دام هنا معناه انتظر، ما دام بهذا الشكل حتى يرجع إلى شكل ماذا، خلاص ميكروفون أو إرسال. عندما نضغط على ثلاث النقاط هنا لا تظهر حاجة اسمها التصدير إلى مستندات جوجل، أحيانا هكذا. طيب ما الحل؟ ركزوا معي، ما الحل؟ أين المشكلة؟ المشكلة هي أن بعضنا عمل تحميل جيميناي كتطبيق في تلفونه عن طريق جوجل بلاي، حمل. لاحظوا واحدة من المشكلات التي ذكرناها، لا تشتغل على التطبيقات المحملة، اشتغل على الروابط، على المواقع رأسا، ادخل للموقع رأسا، لأن الموقع كبير وعظيم وفي تحديثات دائما، أما التطبيق فدائما ما تختلف في بعض الأشياء. وبالتالي بدل ما تفتح تطبيق، أي تطبيق اللي يقول لكم حمل تطبيق كذا، أنصحكم لا تحملوا أي تطبيق، افتحوا مباشرة على الموقع. يعني ماذا أصنع؟ افتح جوجل واكتب جيميناي، يظهر لك شكل جيميناي، اضغط عليه سيفتح لك الموقع نفسه، بس تظهر لكم هذه الأزرار وتختفي هذه المشكلات. طيب نواصل يا كرام. ذكرنا أنه كيف ننشئ أمر، وعرفنا الآن كيف ننشئ الأوامر القوية. واضح؟ الآن أين ألصق هذا الأمر؟ اتفقنا إلى البرامج المتخصصة بهذا الشيء، وقلنا هناك برامج خاصة، وهناك برامج تشمل أشياء متعددة وهي قوية، وهناك برامج تشمل أشياء متعددة وهي ضعيفة. فمثلا عندنا برامج متخصصة في المحادثة، يسموها بالإنجليزية الشات، المحادثة. يعني تعطيه كلام يرجع لك كلام، تعطيه كلام يرجع لك كلام. طيب ما هي هذه المواقع وما الفرق بينها وبين غيرها؟ من المواقع موقع جيميناي، بعضهم يقول جيميني، بعضهم يقول جيميناي. طيب جيميناي هذا من المواقع التي ألصق فيه الأمر حتى يعطيني ايش؟ جواب جميل. من المواقع شات جي بي تي. من المواقع موقع اسمه ديبسيك. هناك أيضا بريبليكستي، البرامج بريبليكستي. طبعا بريبليكستي هندي، وديبسيك صيني، وشات جي بي تي أمريكي بامتياز، وجيميناي تابع شركة ايش؟ جوجل. وأبشركم شات جي بي تي فيه نسبة عالية جدا من أخذ المعلومات حقهم. تمام، فانتبهوا. وبقية البرامج لا تخافوا، فهو أيضا مثل شات جي بي تي. هاي نفسها، هاي خذ ما تشاء، الكل بياخذ معلوماتك. طيب لاحظوا معي لو سمحتم. الآن نأتي الآن إلى المواقع الأخرى. مثلا أنا ممكن هنا آتي إلى جوجل واكتب له شات جي بي تي. لاحظوا هذه الأيقونات الخاصة بشات جي بي تي. طيب سنفتحها وأكتب مثلا ديب سيك، وسيظهر لي أيضا ايش؟ ديب سيك. سأضغط على ديب سيك، وسأكتب أيضا بريبليكستي بالعربي، وسيظهر أيضا حتى بالإنجليزي، وسأختار هذه الأيقونة بريبليكستي. وهكذا مثلا زد كوين وغيرها كثير جدا المتخصصة بماذا؟
بالمحادثة وإعطائها أوامر حتى تعطيه جواب. طيب ما الفرق بينها؟ شوف يا كرام، بلا شك هناك بعض الفروق الطفيفة. بربلكستي هذا الهندي هذا متخصص بشكل كبير جدا في الأوامر الموثقة بالمصادر المعتمدة، فهو هندي ودائما تكون إجاباته إيش؟ قوية وموثقة ومعتمدة، ويعطيكم المصادر التي أخذ منها هذه المعلومة، ولذلك تنفع كثيرا الباحثين أصحاب الأبحاث العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها أو غيرها من الأبحاث، تنفعهم كثير، ينفعهم موقع بربلكستي أكثر من غيره. طيب جيميناي شوفنا لاحظنا دبسك، تعالوا بس نعطيه إيش؟ لحظة بس، تعالوا نعطيه نفس الأمر. أنا سأعطيه هنا، سأخذه من هذا المكان نسخ، وسأعطي نفس الأمر لماذا؟ لشات جي بي تي، لاحظوا، وسأعطي نفس الأمر لدبسيك ستارت ناو. إذا لم أكن مسجل دخول سيطلب مني تسجيل دخول، وسأضيف نفس الأمر لماذا؟ لبربلكستي. طيب لاحظوا نفس الأمر أضفته لثلاثة برامج، لاحظوا كيف كل واحد سيعطي إيش؟ ميزة معينة قد لا تجد عند غيرها. لاحظنا كيف كانت إجابة ماذا؟ جيميناي، هذه إجابته. طيب تعالوا انظروا لأشياء جي بي تي، حتى المحاولة. طيب لاحظوا إلى دبسك، عفوا هذا دبسك، لاحظوا كيف الإجابة، كما اتفقنا ما دام هذه العلامة موجودة معناها انتظر، خلاص تمت الإجابة. لاحظوا الإجابة يا جماعة، تجدوها قريبة من جيميناي، ليس كذلك؟ نفس قريبة من فكرة جيميناي، يعني أقصد أن الفكرة العامة ادعوكم من تفاصيل المعلومات، الفكرة العامة قريبة منه، وبنفس الشكل هل تعلمنا شيء غيره مثله، يعني هذا، إلا أن لاحظوا هنا بس لا توجد ثلاث مدار، بمعنى لا أستطيع تصديره إلى مستندات جوجل وإخراجه PDF من دبسك، لكن أستطيع من خلال جيميناي. لاحظوا، عرفتوا ايش الميزة الآن في جيميناي المختلفة عن دبسك. طيب تعالوا نشوف بربلكستي، شوفوا يا كرام، أعطاني جواب، خلاص خلص الإجابة، نعم أرغب في توليد، هل يمكن أن تحديد النص المقصود بوصف الربيع؟ أدخل النص مشان أتفاعل معه، أنا أجي للزائد هذا وأعمل له إيش؟ رفع ملفات وصور، بس أختار له الدرس، فشرف على الملف. طيب هنا يقول رفع الملفات يحتاج إلى إيش؟ لأن يكون برو معناها احترافي، يعني يحتاج إلى دفع مبالغ مالية. هذه عرفنا أن المشكلة واحدة من المشكلات في البربلكستي. طيب مثلا سأكتب له اقترح من عندك دون حاجة لملف مرفق، يعني هو يقول لي جيب الملف مشان أعطيك نفس ما تشتهي، أقول له لا خلاص اقترح من عندك، يعني سأعطيه مجال بس لننظر كيف ستكون إجابته فقط. لاحظوا خطوط الدرس جاهزة، ذكر أبيات: ألا يا ساقي أدر كأسا وناولنيها، وقل لي هل من شيخ أو من شاب. على كل حال لاحظوها، ها هو تركت له مساحة لها يفعل ما يشاء، أيوة خرج عن المقصود الذي أريده أنا شخصيا، لكن أعطاني بشكل عام تمهيد وقراءة جهرية قريبة من الفكرة. طيب لاحظ إيش الفرق الآن، هو لا زال يبحث. بس الوصف الربيع لاحظوا هنا الفائدة في هذا. طيب لو أتينا يا كرام إلى هنا إيش؟ الروابط. لو كانت الصور جاهزة. حاضر. الروابط هذا معناها هذه الروابط هي طبعا أحيانا قد يكون في هذا المكان، وأحيانا قد يكون نهاية الإجابة. أحيانا يكون نهاية الإجابة الروابط مباشرة، وأحيانا يكون في هذا المكان. هذه هي الأشياء أو المواقع التي أخذ منها المعلومات. يعني أصحاب الأبحاث العلمية يقول هذه المعلومة من أين أخذها؟ يقول لك أخذتها من هذا المكان، من موقع كذا، من معلومة كذا، من درس كذا، من معلومة كذا، من فيسبوك، فبيعطيكم أخذتها من يوتيوب، أخذتها من برنامج منصات تقنية، فبيعطيكم المعلومات أو المصادر التي أخذها منها. وإذا هناك صور، لاحظوا صور تتعلق بالكلام التبقى، يعني هذه صور. طيب هذه صور تتعلق بالموضوع الذي أنا إيش تكلمت معه فيه،
فإذا هو يوفر إجابة وروابط وصور، شيء جميل. طيب لو أتينا إلى شات جي بي تي، لاحظوا لا زال يبحث، دعوا شوية حتى يكمل حتى ترون ماذا الإجابات. اشترك بلس معناه شيء مدفوع، احنا نريده مجاني. نعود على التحميل. طيب سنعطي أمر ثاني لا بأس. درس وهمي بكافة ما يحتاج إليه التحضير. لاحظوها، تحضير درس نموذج وهمي جاب أهداف معرفية ومهارية ووجدانية. طبعا ما يميز شات جي بي تي يا جماعة أنه يظهر لكم صور، لعلكم وجد ذلك، يظهر صور ووسائل تفاعلية. شات جي بي تي نعم، لكن حقيقة أنا أكثر ما أستخدم عني أنا أستخدم جيميناي وديبسيك. شات جي بي تي لا أستخدم إلا في الإنترنت. الآن فهمنا أنه كيف أنشأ أوامر ذكية وما هي البرامج التي إيش أحتاج إليها لهذا الأمر. ذكرت لكم أمثلة في المحادثة مثل شات جي بي تي، مثل جيميناي، مثل ديبسيك، مثل بلبكستي وغيرها. طيب لو أتينا إلى الصور ما هي البرامج؟ لو أتينا إلى الفيديوهات ما هي البرامج؟ هنا سأقدم لكم أيضا هدية جديدة من هدايا للمتدربين معي، هدية جديدة، وهي بدلا من أن أعطيكم الأسماء هكذا ولا تعرف مكانها أو قد تنساها، أعددت لكم برنامج أو موقع أو رابط جمعت لكم فيه شتات هذه البرامج كاملة. خلاص بأيدينا الآن أين أضعه؟ ما هي البرامج؟ لاحظوا معي، سنرجع إلى رفيق المعلم الذكي، سنرجع إلى رفيق المعلم الذكي، وسيكون لاحظوا الرجوع يكون من هذا المكان، لا ترجعوا من السهم اللي في أسفل التلفون، أي سيخرج، ارجعوا من هذا المكان إن شاء الله. لاحظوا معي سأرجع، وفوق هنا مكتوب أدوات الذكاء الاصطناعي، أدوات، اضغط عليه سيعطيك أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي، اضغط عليه سيفتح لك موقعا جديدا أو برنامج جديد، موقعا جمعت لكم فيه أدوات البرامج. طيب ما الفرق بين الأدوات الأولى والثانية؟ الثانية هي نفس الأولى، إلا أن الفارق إضافة برامج. مثلا هنا في الشات جي بي تي أو الصور أو تطبيقات فتكون 3 4 5 برامج، هنا في المرحلة الثانية ذكرت لكم 20 بالضبط، 20 برنامج، 20 موقع. واضح؟ يعني ما يوجد في المرحلة الأولى هو الثانية، إلى أن الثانية لكل جزئية معنا إيش؟ 20 20 20 20. طيب هنا نجرب مثال، مثلا هذه هي البرامج الخاصة بالمحادثة، هذه هي البرامج الخاصة بالصور. كم معنا هنا في الصور؟ 3 برامج. هذه الفيديوهات، هذا الصوتيات، هذا النصوص، القصص، تطبيقات، تحليل النتائج، العروض التقديمية، افتح دعوكم من افتح، هذه كلمة عام. لو لاحظنا كما ذكرنا يكون عندي هنا 3، لكن لو أتينا إلى المرحلة الثانية وضغطنا على الصور، أين الصور؟ نعم الصور أول واحدة. كم معنا برامج؟ 20. فأنتم الفرق بين المرحلة الأولى والثانية فقط أنها برامج. بمجرد الضغط عليها مباشرة يوصلك إلى الموقع. مثلا لو أتينا إلى المحادثة، شوفوا المحادثة، هذا شات جي بي تي، بالضغط عليه مباشرة يوصلك شات جي بي تي. هذا جيميناي، بالضغط عليه يوصلك شات جيميناي. هذا كلود، هذا بريبليكستي، هذا مثلا هذا عندنا يوشات وغيرها كثير جدا جدا جدا. طيب لو أتينا مثلا هذا، لاحظوا ضغطنا على جيميناي ضغطة واحدة بس، بضغطة واحدة يفتح لكم مباشرة جيميناي. تسهيل الوصول إلى البرامج بضغطة زر واحدة، في الصور، في الفيديوهات ونحو ذلك يا الكرام. وضحت معكم إن شاء الله تعالى. إذا عرفنا كيف ننشأ أمر وما هي البرامج التي سألقي إليها هذا الأمر. وبهذا ننهي هذا الفيديو، وكل الشكر والتقدير لجهودكم.